طيب أنت دلوقتي الحمد لله اتأكدت إن الشقة تمام، ما عليهاش نزاعات قانونية، وما فيش حاجة متصلة بالشقة تعكِّر صَفْو الشقة. دلوقتي هنوصل لحاجة مهمة جدًا وهي لازمًا تحرّر عقد قانوني. طبعًا في كتير من الناس بتستسهل وبتروح تشتري عقد من المكتبة. طبعًا عقد المكتبة للأسف بيبقى فيه ثغرات قانونية وأوجه خَلَل كبير جدًا، فلازمًا يكون العقد مُحرّر على يد محامي متخصص، لإن النقطة دي مهمة جدًا وبتحافظ على حقوقك، لإن العقد المُحرّر عند محامي متخصص بيفيدك إنك أنت بيذكر كافة أوجه الالتزامات والحقوق الواقعة عليك والالتزامات الخاصة بالشخص البايع، فالنقط دي مهمة جدًا. طيب إحنا دلوقتي حرّرنا العقد الصحيح، إيه هي المرحلة اللي بعد كده؟ المرحلة اللي بعد كده وهو طريق من الاتنين، لا إما تتوجه للتسجيل في الشهر العقاري أو دعوى صحة والنفاذ. طيب إيه هُم الطريقين دُولة؟ أول حاجة التسجيل في الشهر العقاري. محكمة النقض بتقول إن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. طيب التسجيل هنا المقصود بيه إيه؟ التسجيل المقصود بيه هو التسجيل في الشهر العقاري، إنك أنت بتروح تسجل الشقة بتاعتك في الشهر العقاري، وده بيكون عن طريق اتباع إجراءات معينة لحد ما بتوصل للتسجيل. نيجي بعد كده نتكلم على دعوى الصحة والنفاذ، وهي الدعوى اللي بيرفعها أمام القضاء، وهو الطريق الموازي للتسجيل. وفي الدعوة دي وبناءً عليه برضه بيتم تسجيل شقتك. فسواء اخترت طريق التسجيل أو طريق دعوى صحة ونفاذ، هم بيكون طريق تسجيل الشقة، لإن قُلنا إن العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل. وفي نقطة مهمة جدًا وهو إنك أنت لمّا بتيجي تروح تشتري الشقة بتدفع فلوسك كلها، وده طبعًا خطأ قاتل. ليه؟ لإن أنت للأسف بتتفاجأ بعد كده ساعات بعيوب في الشقة، أو إن البائع مش عايز يعمل إجراء أو تصرُّف معيّن، سواء إنه يروح مثلًا معاك في الشهر العقاري أو يروح المحكمة للإقرار بالبيع. فالحاجات دي كلّها مهمة جدًا إنّك أنت لازمًا تدفع جزء والجزء الباقي بعد انتهاء إجراءات نقل الملكية، أو إنّك أنت تاخد عليه تعهُدات لازمة، ودي طبعًا بتبقى موجودة في العقد القانوني الصحيح، إن هو لازمًا يتوجّه للشهر العقاري أو المحكمة متى طُلب منه.